أحمد شوبير يصدر قرار صادم وحاسم ويبعت رسالة لمحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. إذا لاعب بيراميدز ما تنازلش عن قضية حسين الشحات، النادي الأهلي هيروح على الفيفا، والنادي الأهلي يعني عارف متأكد جدا إن الفيفا ما بيهزرش، وإن الفيفا يصدر قرارات حاسمة وصارمة على محمد الشيبي. وكمان النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب تواصلوا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية الاستاذ فوزي لقجع بسبب قضيه الشيبي، وبيطلبوا منه ان الشيبي يتنازل علشان الاهلي اللي عندي دلوقتي مش عايز يتخذ قرار صارم ويروح للفيفا، علشان الاهلي عارف لو راح للفيفا هيأذي اللاعب، والنادي الاهلي اللي عندي دلوقتي هو والكابتن محمود الخطيب مش عايزين يأذوا اللاعب باي حاجه، ولكن اللاعب مصمم على كده، وعارفين ومتاكدين ان حسين الشحات يعني المشكلة كانت يعني في الملعب وما ينفعش يروح للمحاكم الدولية. ودلوقتي الموضوع صعب جدا على محمد الشيبي، ولكن لاعبي بيراميدز ونادي بيراميدز هم اللي بينفخوا الشيبي، وهم اللي دايما بيخلوا الشيبي بيسخنوه، بيخلوه يعني يروح يعمل قضايا بالطريقة دي. وبالتالي يا سادة، النادي الأهلي في الفترة المقبلة يعني هيكون الموضوع صعب جدا 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 على محمد الشيبي. ونتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام الترجي التونسي، مباراه كبيره وصعبه جدا في نهائي دوري ابطال افريقيا. مباراه الذهاب هتكون في رادس في تونس، ان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على انه يكسب. شكرا ليكم من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.